المبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أطلقت المملكة اليوم الاثنين خارطة الطريق لزراعة 10 مليارات شجرة، وذلك ضمن التزاماتها الوطنية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ. كما تأتي خارطة الطريق في إطار جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل عبر جهود التشجير. وتتضمن الخارطة خطة استراتيجية لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن والطرق السريعة والمساحات الخضراء، لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة الذين تعيش النسبة الأكبر منهم في المناطق الحضرية. وتتزامن هذه المبادرة مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر بمدينة الرياض.